انا بقى هنا يا رجاله موتوسيكلات جيدا كلها من المصنع. المصنع هنا بيتعمل ازاي؟ عندك الرامب ده الموتوسيكل بيمشي عليه زي ما انت شايف، واحده واحده كده، بيفضل يطلع قدام لما حاجه بتخلص ويشتغلوا فيها. طيب دي كده موتوسيكلات وهي خلصانه. عندك اول واحد دي، بصوا الفئه ماشيه ازاي. اقل واحد اللي هو 250 400، وبعد كده 400 اللي شبه الدوكاتي هنصوره دلوقتي، بس ايه نبدا بده كده. ده هنا 250 سي سي سلندر واحد. باول واحد ده جيدا 250 سلندر واحد، التانك بتاعه تقريبا 17. ده شكل العداد، بص كده ندوره، نشيل اللزق ده عشان تشوفوا. ده شكل العداد، نوره شويه. اللمط بتاعته كلها ليد. دي العلبة ستوك، طبعا لو غيرتها يبقى صوته مش احسن حاجة. ده هنا العداد والكيلوهات ماشي زيرو، احنا هنا في المصنع. وده هنا الار بي ام، وده هنا البنزين. طيب ده 250 سي سي، مناسب لو حد عايز لسه يبدأ في مجال الموتوسيكلات، حاجة بسيطة الكلام ده وعلى قد الفلوس. طيب عايز حاجة أعلى شوية، عندك 400. ده 400 اتنين كربيراتير، تبريد مية، اتنين سلندر، موتوسيكل حلو جدا. ده انت لو غيرتله شكمان هيبقى صوته عامل زي الياباني بالظبط. طيب تعالى نشوف ايه شكل العداد بتاعه. مختلف طبعا عن ال 250. ده شكل العداد. ده هنا الار بي ام، وعندك هنا بقى تفاصيل بقى الكيلوهات والبنزين والكلام ده كله. النور برضو بتاعه ايه، ليد. ودي هنا شكل الاشارات. هنوريكم شكل الموتوسيكل من قدام. ده الجيدا ال 400. قطع غيارهم يا جدعان موجودين في المصنع، وان شاء الله هحاول اجيبهم عندي كمان لو حد عايز اي قطع غيار، واحط لكم رقم المصنع كمان تحت. طيب نعلى بقى بالموتوسيكل التحفه، موتوسيكل الجيدا 400 توأم الدوكاتي. موتوسيكل، تعال نصور ده احسن عشان ده هو اللون الابيض عاجبني اكتر الصراحه، بس ايه نصور ده عشان ايه في الجنب شويه. شايفين الوينجات في الجنب هنا عامله ازاي؟ سيبك من التفاصيل دي، بصوا التفاصيل دي، شايفين الدنيا هنا عامله ازاي، الفتحات اللي هنا. طب سيبك بقى من القصه دي، بص السنجل سوينج ارم، بصوا عامل زي الدوكاتي. بصوا من الجنط عامل ازاي من الناحيه التانيه، عامل زي الدوكاتي بالظبط. بصوا موتوسيكل بسم الله ما شاء الله. سيبكوا بقى من الهبل ده، بصوا موتوسيكل فيه كاميرا هنا بتصور فول اتش دي. لو انت معكش جو برو او عايز تصور ممكن تحط كاميرا هنا. هتقولي طب الكاميرا دي اعمل بيها ايه؟ تعالى بقى اوريك اللي انت ما تعرفوش. بص العداد عامل ازاي، ده العداد. بص كل الزراير دي تاتش. العداد فيه مودات، شايف كلمة مود دي؟ العداد فيه سبورت مود. بص العداد عامل ازاي، بجد انا مش عارف اقول ايه. ده هنا العداد ممكن تعمل كونكت على الموبايل بتاعك وتفتح الموبايل، تفتح اليوتيوب، تفتح الكلام ده كله. بص الانوار بتاعت الموتوسيكل في الزراير بالليل بتبقى حاجة تانية. ده هنا النور العالي بيصور برضو ايه، كل انواره ليد. بصوا عامل ازاي موتوسيكل حوار. المرايات طبعا دي اللي بيسأل عامله زي بتاعت النينجا. بص عامله ازاي لما بتتفتح. افتح لكم مرايتين تشوفوا شكلها. بصوا عامله ازاي. موتوسيكل التوب سبيد بتاعته عامه بتوصل ل 160. التانك بتاعه كبير، التانك بتاعه 20 لتر. موتوسيكل وزنه مش خفيف ومش تقيل. انا اكتر حاجه عجباني الشاشه الصراحه. موتوسيكل فرامله اي بي اس. هنا الانوار، شكل الرقبه تحفه. تعالوا بقى ايه نشوف الموتوسيكلات وهي بتتصنع جوه عامله ازاي. طيب ده هنا موتوسيكل واحد اهو منهم بيتقفل. لا ناخدها من ورا شويه. عندك بقى هنا كل دي موتوسيكلات جيدا. بيبدأ من ورا كده. تعالوا ايه خدكوا جولة في المصنع. بيبدأ كده، وكل ما الموتوسيكل يخلص فيه حاجة بيطلع قدام حد يشتغل في الحاجة اللي بعدها وهكذا. كل ده بقى ايه مكن عشان يعمل الموتوسيكلات والرامب هنا. طيب في موتوسيكلات بقى غير دول، في كتير جدا بس لسه بيتقفلوا. بيشتغلوا في الموتوسيكلات الباجي هات برضو، وحاجات تانية كتير زي دول برضو. فانت عندك كل حاجة. عايز موتوسيكلات صيني، عايز باجي، تلاقي عندك الريس. بس دول اللي انا جاي عليهم لان في ناس كتير جدا طلبت الموتوسيكلات دي مني، وانا شفت ده الصراحة صعقت. اسعار الموتوسيكلات وتفاصيلها ايه هسيب لكم رقم على الفيديو. اي حد محتاج اي حاجة يتصل على الرقم ده، يستفسر بقى عن الشحن، يستفسر على السعر، على الكلام ده كله. صباح الفل عليكم.